ورجع معاكم تاني يا شباب وحلقه جديده ويلا فانتسي والجوله الثانيه من فانتسي بريمير ليج وتوقعاتها. الجوله اللي فاتت يعني كانت بدايه مش وحشه بالنسبه لي، يعني انا يا دوبك جبت الافريج، كان افريج 53 نقطه. يعني انا دايما معروف ان انا ببقى يعني ببدا وحش قوي، بعدين مستوايا يعني بيعلى على طول الموسم لحد اخر الموسم بقى بجيب بالنقط الاعلى. المهم قولوا لي عملتوا ايه في الكومنتات تحت، وما تنساش تجاوب على سؤال حلقتنا النهارده، تتوقع مين هيبقى نجم الجوله الجايه؟ ويعني اصحابي الثلاث كومنتات الاوائل الصح هقول اسمهم في الحلقه ان شاء الله، ويمكن كمان يطلعوا معانا يسجلوا فيديو ونعرضه في الحلقه. بس طبعا لو انت اول مره تشترك، اول مره تشوفنا، ما تنساش تعمل لايك للحلقه وتشترك في القناه عشان يوصلك فيديوهاتنا الجايه. ويلا بينا نبتدي بالسبع لعيبه بتوع النهارده. نخش بقى على خط الدفاع. خط الدفاع معانا اول واحد هو بايلي سعره 5.5. هيلعبوا هادرسفيلد اللي فشلوا ان هم يعملوا ولا شوت اون تارجت المباراه اللي فاتت، وخلينا نقول ان عقليه مورينيو الدفاعيه مش هتسمح لهادرسفيلد ان هم يجيبوا فيهم اهداف نهائي. تاني واحد في خط الدفاع معانا طبعا يعني لاسلس سعره 5، بيلعب في نيوكاسل، وهيلعبوا كارديف سيتي اللي بس قدروا ان هم يعملوا 1 شوت تارجت المباراه اللي فاتت. ف لاسلس مرشح بشكل كبير ان هو يطلع بالكلين شيت. نخش بقى على خط النص. اول واحد هو برناردو سيلفا، لعب ماتش خرافي المباراه اللي فاتت، جاب 8 نقط، جاب هدف روعه من اسيست من بنجامين مندي. يعني خلينا نقول ان برناردو سيلفا لعب بري سيزون رائع، وهو اظن هيبقى هو العنصر المضمون الوحيد بجوار ايدرسون حراسه المرمى من مانشستر سيتي. تاني واحد هو سانشيز. خلينا نقول سانشيز عمل اسيست المباراه اللي فاتت. سانشيز كان بيلعب ماتش كبير جدا، خلينا نقول ان هو مينيمم كان يستاهل مثلا يجيب اسيست كمان من الكره اللي لعبها لوكاكو، ولوكاكو ضيعها بشكل غريب جدا، بس واضح ان سانشيز نازل السنه دي ان هو يثبت نفسه. نخش بقى على خط الهجوم. اول واحد معانا هو ارناتوفيتش سعره 7، طبعا بعد البدايه المخيبه للاهمال اللي عملها ضد ليفربول. اظن ان ارناتوفيتش هيعوز يصلح الدنيا دي، وبرده احصائيه ممكن تخليك تثق شويه في ارناتوفيتش ان هو بعد ما بدا مهاجم في 20 مباراه عمل 11 اسيست، عمل 7 اسيستات و11 هدف، فهيبقى خيار جيد ان شاء الله للجوله الجايه. تاني واحد هو خيمينيز من فرقه طبعا وولفرهامبتون، جاب الجول في المباراه اللي فاتت، سعره 5.5، ومن اللعيبه اللي بتبقى مشاركه في صناعه الاهداف او حتى في التهديف لفرقه وولفرهامبتون. نخش بقى على خيارات الكابتنه، واول واحد معانا هو محمد صلاح. طبعا السيف اوبشن زي ما قلنا لكم انك لازم او تعتمد على كابتنه اللعيبه السيف اللي بتجيب نقط، حتى لو مش كتير بس بتجيب نقط بشكل حلو في الكابتنه. تاني واحد اجويرو، قلنا طبعا ماتشهم سهل المباراه الجايه. تالت واحد هو ارناتوفيتش من ويست هام. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، ويلا فانتسي وتوقعات الجوله الثانيه. ما تنساش تتوقع معانا مين هيكون نجم الجوله. انا شخصيا يعني اراهن على اجويرو ان هو هيبقى نجم الجوله الجايه. قول لي في الكومنتات انت يعني بتراهن على مين، وطبعا اي استفسار عندك في اللعبه سيب لي كومنت تحت وانا هرد.